السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. فيديو النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض خلطة من أحلى وأقوى الخلطات اللي بتبيض الأسنان، من أقوى الوصفات السريعة، يعني نتيجتها سريعة جدا، ومن أول استخدام هتشوفي النتيجة. افركي بس أسنانك بالخلطة دي وتفرجي على أسنانك. افركي أسنانك لمدة دقيقة واحدة بس وهتشوفي النتيجة قدام عينك في المراية. مش هتصدقي بياض أسنانك مهما كانت درجة الإصفرار، مهما كان الجير المتراكم على الأسنان. الوصفة هايلة جدا جدا، بتزيل بتزيل الإصفرار، بتزيل الجير، وكمان بتخلي الأسنان بيضة. عايزة أقولك في بياض التلج زي اللولي، كأنك عملتي جلسة تبييض أسنان عند الطبيب. بس هنا التكلفة لا تذكر، بمكون سحري موجود في كل بيت، وهو من الحاجات الهايلة جدا والفعالة واللي بيدي نتائج هايلة جدا في تبييض الأسنان. صدقيني نتيجته أقوى من الليزر، وكمان مميزاته هايلة جدا جدا. تبييض سريع، تعطير للفم على مدار يوم كامل مهما كانت ريحة الفم مش حلوة. عايزة اقولك الوصفة دي بتمحو الرائحة الكريهة وبتعطر الفم على مدار يوم او يومين. الوصفة مدهشة جدا ومجربة ومضمونة، وهتجربيها انت بنفسك وهتشوفي النتيجة. وانا واثقة انك انت بعد ما تجربي الوصفة صدقيني هاخد منك سيل من الدعوات، لان الوصفة دي عايزه اقول لكم انا نزلتها عندي في القناه قبل كده واخدت بسببها سيل من الدعوات. ناس كتيره جدا دعولي، علشان كده بقول لك الوصفه دي مجربه وانتي هتجربيها، واثق جدا انك هتدعي لي، لان النتيجه هتبهرك بدون ما تكلفي نفسك لا وقت ولا مجهود ولا فلوس. هتعملي تبييض اسنان لاسنانك، وصفه مدهشه وبمكون موجود في كل بيت. بس حابه قبل ما ابدا الفيديو حابه ارحب بيكي الاول. اهلا بيكي، نورتيني. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش يا قمر تحطي لايك وتشيري الفيديو، يسعدني جدا لو اعرف بتتابعيني منين. وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بالله عليكم اللي ما صلاش على النبي يصلي على النبي في الكومنتات. عايزين كلنا نصلي على النبي، علشان طبعا الصلاة على النبي خير، وكمان ناخد حسنات. المكون اللي هنستخدمه النهاردة موجود في كل بيت، وهو القهوة. بس النهاردة هقولك الطريقة الصحيحة لاستخدام القهوة. هنعمل خلطة مدهشة، وكمان هنعمل عايزة اقولك مزيج او مضمضة هايلة جدا جدا، من الحاجات الرهيبة اللي بتبيض الاسنان. هنبتدي على طول عشان ما اطولش عليكم مدة الفيديو. اول حاجة هنبتدي بالمضمضة. اول حاجة هكون غالية مية بالشكل ده. المية دي انا غلياها وسبتها لحد ما دفيت، يعني تبقى دافية كده. تمام كده، دي بالنسبة للمية. مية بقى غلياها او مية من الكاتل، المهم انها تكون دافية ما تكونش ساخنة. تمام كده. هنجيب الكوباية بتاعتنا ونبتدي بقى نجهز الوصفة. هنحتاج ايه؟ هنحتاج المكون الرهيب ده، وهو القهوة. القهوة دي عايزة اقولك مفعولها خطير. القهوة دي لازم تكون موجودة في كل بيت، من الحاجات الهايلة. عايزة اقولك على حاجة بسيطة جدا. انت لما بتعملي فنجان قهوة وبتشربيه اوعي ترمي تفلي القهوة. تفلي القهوة ده من الحاجات الهايلة جدا جدا، اللي بعد ما تخلصي كوباية القهوة فنجان القهوة بتاعك وشربتيه على طول استفيدي بالمترسب من القهوة اللي بيبقى في قاع الفنجان. ده خطير جدا جدا. عايزه اقولك هتقدري تشيلي بيه يعني تعالجي بيه مشاكل بشرتك، سواء كان في كلف او نمش او تسبغات. عايزه اقولك هايل جدا، كمان بيزيل الهالات السوداء. كفايه بس تحطيه على بشرتك لمده 3 دقائق وبعد كده افركي بشرتك بيه. وصفه سريعه وسهله حبيت اقولك عليها علشان الفوائد القهوه كتيره جدا وعظيمه. طبعا هنبتدي ناخد بقى من القهوه عشان نعمل المضمضه بتاعتنا. انا ما ببخلش باي معلومه او اي حاجه انا جربتها علشان انتوا كمان تستفيدوا بيها. بحاول ان انا اقول لكم عليها. انتوا حبايبي طبعا ومتابعيني الكرام، وعلى راسي متابعتكم، وبحب افيدكم بكل جديد. طبعا هنا زي ما انتوا شايفين هناخد كده اهو على طرف المعلقه من القهوه بس كده، وهنبتدي ناخد الميه الدافيه دي. تمام كده. وكمان هنضيف مكون برضو موجود في كل بيت، وهو الملح. الملح معقم هايل جدا، بيعقم الفم من اي بكتيريا او فطريات. هناخد برضو شايفين حاجة بسيطة من القهوة من الملح على طرف المعلقة برضو زي ما اخدنا من القهوة. وجهزتي
اقوى مضمضه هتستخدميها، مدهشه تمضمضي بيها، رهيبه، هتدعي لي عليها. المضمضه دي هتستخدميها وشغاله، يعني هنستخدمها وشغاله معانا قبل ما نستخدم الخلطه اللي هنفرش بيها اسناننا وبعد. يعني دي شغاله معانا قبل وبعد، يعني مرتين. اول حاجه تخشي تتغرغري وتتمضمضي بيها، هايله هايله هايله. اولا بتوقف النزيف لو في نزيف في اللثه، لو اللثه يعني لونها مش حلو بتخلي لونها وردي وجميل، وكمان بتعقم الفم. من الحاجات الهايله جدا جدا جدا. هتتمضمضي بيها قبل وتتمضمضي بيها بعد ما تفرشي اسنانك بالخلطه اللي هنجهزها دلوقتي مع بعض. هنبتدي كده نخليها جانبا كده على جنب، والمضمضه دي لازم تجهزيها ولازم تكون دافيه. هنبتدي بقى نجهز الخلطه اللي هنفرش بيها الاسنان. اول حاجه هنحتاج حبه من الليمون. الليمون ده مفيد جدا جدا، بس هنا الليمونه هنستخدمها بقشرها. اول حاجه هنبشرها بالشكل ده، علشان الليمون ده القشر بتاعه بيحتوي على زيوت طبيعيه فعاله جدا، بتساعد على تلميع الاسنان، بتدعكي بيها اسنانك. دي صنفره طبيعيه مع القهوه خطيره. بنعمل عايزه اقول لك خليط بين عصير القهوه سوري يا بنات، بين عصير الليمون او الحامض مع قشر الليمون مع القهوه مع مكون تاني خطير. عايزه اقول لك الخلطه دي رهيبه، هنعملها مع بعض دلوقتي وهتشوفي النتيجه. بس بقول لك الحامض بقى مع قشر الليمون نتيجته فعاله في تبييض الاسنان. طبعا انت لما تجربي هتشوفي قد ايه الوصفه رهيبه. هنبتدي ناخد كده الليمونه، ويفضل الليمونه تكون خضراء. عايزه اقول لك الليمونه كل ما بتكون خضراء كل ما النتيجه بتبقى ممتازه. لكن لو ما عندكيش غير الليمون العادي عادي استخدميه. هنبتدي بقى نبشرها بالشكل ده. هنبتدي كده ناخد بالشكل ده ونبتدي نبشر الليمونه على اضيق مكان في المبشره بتاعتك، وتبتدوا تبشريها. انا برضو عايزه الحامض، يعني انا عايزه الليمون وعايزه العصير، وعايزه في نفس الوقت القشر. عايزه اقول لك ريحته خطيره خطيره يا بنات، وبتدي انتعاشه للفم بطريقه رهيبه. يعني تعطير كمان، بتقتل اي بكتيريا او فطريات في رائحه الفم مش حلوه ومش مستحبه، وده بيبقى ناتج عن بقايا اكل بتبقى محشوره بين ثنايا الاسنان، ده بيعمل رائحه مش مستحبه. فالوصفه دي مدهشه، بتقضي على كل الفطريات دي، وبتخلي الفم ريحته جميله جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين انا هنا ببشرها، علشان انا هنا عايزه البشر الناعم ده اهو بالشكل ده. وهنبتدي نبشرها اهو. نحاول ناخد البشر ده مفيد جدا. عايزه اقول لكم لسه ما بشرناش كتير والريحه رهيبه يا بنات. الليمون ده خطير فعلا. الوصفه دي اكتشاف، انا لما جربتها فرقت معايا جدا، عشان كده قلت انتوا كمان تستفيدوا بيها. بس كده ده كفايه اللي احنا خدناه ده اهو. دول بس، اوعي تستهوني بالقطرات البسيطه او الحاجات البسيطه من قشر الليمون، ده خطير جدا جدا، الريحه رهيبه. تمام كده. طيب احنا بشرنا كده قشر الليمون وخدنا حاجه بسيطه، ما خدناش كتير. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي ناخد كده نص ليمونه ونبتدي على طول نعصرها. وطبعا هنشيل البذر ده، بس هنبتدي كده نعصرها. الليمون يا بنات رهيب في تبييض الاسنان وتعقيم الفم. بس كده هناخد برضو الليمونه التانية. طبعا هناخد نص ليمونه لو الليمونه حجمها كبير، لكن لو الليمونه صغيره زي الليمونه اللي معايا دي ما ينفعش ناخد ليمونه صغيره، ما ينفعش خالص، هناخدها كبيره. طبعا كده هناخد بس البذر ده اهو. عايزه اقول لكم الريحه خطيره خطيره خطيره، عايزه اقول لكم من اقوى الوصفات الرهيبه في تبييض الاسنان. هناخد برضو اهو اقل من نص المعلقه
من القهوه. بس كده. الوصفه دي لازم تتجهز فريش، اوعي تعملي منها كميه وتركنيها، خطيره. فما ينفعش ان انتي عشان تستفيدي بكل الخواص اللي فيها اوعي تركنيها. تمام كده. هنقلبهم بالشكل ده وبقى معاكي اهو. انا مش عارفه اقول لكم على الريحه، الريحه رهيبه. انتوا بقى لما تجربوا هتشوفوا انا بتكلم عن ايه. اللي ما جربش الوصفه دي فاتوا كتير. انك تضيفي قشر الليمون مع الحامض مع القهوه خطيره. هنبتدي بقى نضيف مكون تاني، نضيف حاجه بسيطه من الكركم بس كده، والوصفه كده بقت جاهزه معانا. هنقلب وبعد كده هتبتدي تفرشي اسنانك بالخلطه دي رهيبه. هتشيلي بقى الخلطه دي كده على الفرشه بتاعتك. في فرشه بقى لازم نكون مخصصينها للوصفات، مش الفرشه اللي تفرشي اسنانك بيها بالمعجون، لا لازم يكون في فرشه للوصفات وفرشه تفرشي بيها اسنانك بالمعجون عادي. الوصفه دي ما ينفعش تضيفي عليها المعجون، الوصفه دي هتفرشي بيها اسنانك، تغمسي الفرشه في الخلطه دي وتفرشي بيها اسنانك من اسفل لاعلى بحركات دائريه لمده 3 دقائق، وبعد كده شوفي اسنانك واتفرجي عليها، وبعد كده اغسلي اسنانك بالمعجون عادي. الوصفه دي قويه، من اقوى الوصفات اللي بتبيض الاسنان. صدقيني كانك كده روحتي وعملتي جلسه او 2 أو 3 من جلسه تبييض الاسنان عند طبيب الاسنان. الوصفه رهيبه، مفعولها رهيب، كلها مكونات طبيعيه وفعاله، وكمان الليمون بيحتوي على فيتامينز ومعادن عاليه جدا. من الوصفه تستحق التجربه. تستخدميها مرتين في الاسبوع مهما كان الاصفرار، هتفور اي اصفرار، هتبيض الاسنان، هتخليها زي اللؤلؤ وهتشوفي بنفسك. اتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وزي ما احنا متفقين، ايه المضمضه دي او الغرغره دي هنستخدمها قبل الخلطه ما نفرش اسناننا وكمان بعديها. اتمنى تجربوا الوصفه، واتمنى نحط لايك ونشير الفيديو لكل احبابنا واصحابنا علشان يستفيدوا من الوصفه. صدقيني اي حد هتروح له الوصفه دي ويجربها هيدعي لك دعوه حلوه تقعد في ميزان حسناتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.